عسلامة، مرحبا بيكم. صباحكم شوكولاتة كيما خبز الجاتو. هذيا كان تحبوا عروسات تابعوا الفيديو للاخر. وينكم؟ شنو احوالكم؟ لاباس عليكم؟ رجعت لكم اليوم فيديو جديد، هكا فيديو كله طاقة وحيوية، فيديو صغرون باش نشارك معاكم وصفتين. واحدة متاع العشاء اللي هو كيف تيجي في الفور، وتتبيله متاع جوانح تعمل 66 كيف. وحاجة أخرى جبتها لكم اليوم اللي هي الكيكة اللي بعظمة واحدة تجي كيما كعبة البراونيز، وصوص الشوكولا متاعها يجي هبل. وبالرسمي راهي ما تتكلفش، كيما قلت لكم بعظمة واحدة باش تعملوا الطبق ذاك اللي وريته لكم. يعني تصلح كان عندك ضياف، والا كان عندك صغيرات باش تعطيهم لمجة، والا لفطور الصباح ولا القهوة العشاء كما عملتها انا. المهم ندخلوا في الفيديو نتاعنا. هوني بديت نشارك معاكم اول ما دخلت من القرايه، مشيت دخلت نلم في الكوجينه، خاطر الدار بريسك منظمه، يعني نكيره واحد جست بدلت حوايجي، نظمت بيت النوم هي المنظمة كي خرجت الصباح، ودخلت طول الكوجينه نزرب ليه نحب نكمل ونعمل القهوه ونرتاح كيما تعودتوا بيا. انا ما نشرب قهيوتي الا ما نكمل الدنيا الكل ونكمل العشاء. هكا هوني كنت رفية، رجعت اكلم معنات، والكوجينة تسمى راهي بايتة ملمومة. بقاو شوية معنات هكا ما غسلتهمش لهنا دعبوسة هكا ونس فايدتو. عقل يقول لي انا راني نقعد بعدك كهو في الشباك. به بالنسبة للكفتاجي انا ساعات نحب ننقص يعني من الزيت والقليان وكل شيء، ورغم بالرسمي اللي دبوست الزيت يعني ماهيش رخيصة باش واحد يشريها ويقعد ديما يقلي كل شيء. هاكا منها حاجة صحية، منها حاجة يعني تتكلف اقل على القلة في الزيت. به باش ناخذوا المكونات نتاع الكفتاجي العاديه. خذينا قرع احمر باش نقصوه ريتو، تقصوه الحجم اللي انت من بعد لك باش ترحيه، لك باش تزيد تنقص منه. يعني الحجم هذاك هو، تحب جويد تحب متوسط تحب مكعبات كيما انا هكاك باهي. خذيت قرع احمر وخذيت قرع اخضر. انا راني نحب القرع الاخضر في الكافتاجيو، اللي كان نعمل التسطيره القرويه زاده راني ندخل فيها القرع الاخضر، خاطر هو عنده فايده كبيره. انا مثال راجلي ما ياكلوش، كي يشوفوا قدامه ما ياكلوش. نحطه في الرز الجربي ونحطه في الشوربه المفوره اللي بالخضرة، ونحطه في الكفتاجي ما يفيقش بيه. هاو كحاجة وحويجة الحاصل. وتنجموا تعملوا لصغيراتكم كان هما زادا ما ياكلوش القرع الاخضر. انا بيجي قرع اخضر راني كي نقليه مثلا مع المقلي ولا حاجه، كي نبدا نشوف فيه قرع اخضر ما ناكلوش. بارابور في الكفتاجي ناكلو نشبع منه، فهمتوني كيفاه. زيد خديت كعيبة بطاطا، هوني بطاطا ما عنديش برشا، عندي كعيبة ذيك هي، قصيتها زيدا كالعادة وحطيتها على جنب. الحاصل اللي عملت بتاع صحاين بتاع العشاء اكا. ما حبيتش نعمل بزيد باش يقعد لي ولا حاجة، قلت هاو كنبدل كل نهار نعمل دبارة اخرى. وفي نفس الوقت انا من الناس اللي تحب الناس ما تقعدليش، يعني من الناس اللي تحب الماكلة ما تقعدليش في الفريجيدير، او كنحب نعمل ديما زو جديدة تاع راس وروايس. ساعات تغنيه الحاجة اللي تقعد لي بالصفة علي، اللي هي مثلا الرز الجربي ولا الشوربة المفورة، اذاكم هكا ولا هكا نفضل منهم. زاد الفلفل كيما تشوفوا كنت باش نقصه هكا يعني سيول بعد لا قلت طي من غير تعب نقصه فرد مرة يدخل الفرن يخرج طول نفوحه. قصيته كاروات كيما تشوفوا. باش نكمل الخضرة الكل بنفس الطريقة. باهي. لا اله الا الله محمد رسول الله. الحاصل هو ساهل والله ما ياخذش منه وقت، يعني ريت جوست الوقفه ذيك متاع تحضير الخضره وحط في الفور وارتاح منه. بالنسبه للطماطم مانيش باش ندخلها للفور باش نعمل الصوص نتاعنا نتاع الكفتاجي العاديه، اللي هي كعبشينه طماطم وباش نفوحها بعد ذيك بثوم وفلفل، شويه فلفل احمر وشويه طماطم معجونه وشويه هريسه عربي. هذيك باش نحطها تجيب على جنب فوق الغاز. باهي ولا لا؟ الريسيت سهلة، وكتعملوها تعملوها سندويشات تعملوها اللي تحبوا بالرسمي. اخف كفتاجي هذايا تنجموا تعملوه بنين وخفيف. لا اله الا الله محمد رسول الله. وبالرسمي كي تعمل الطبق تحسوا هكا صورة فنية، تصويرة تحسوا هكا الالوان متاعو مشرها والله. بالنسبة للفاح هاكا حطيت الحكوك بتاع الفاح الكل بعضها. باهي باش نفوح انا في نفس الوقت، باش نفوح الصوص هاكا حطيت فيها ملح، وباش نرش عليه هو ملح. اهو كنتوما كي تبدو تفوحوا تقروا حسابكم بيناتهم الزوز، يعني الكونتيتي اللي مش تحطوها في الكفتاجي تقسموها بين الزوز بين الخضرة والصوص. باش نحط شوية فلفل اكحل،
زاده هاكا في الزوز حطيت، لا سامحوني هذيك تابل وكروية. زاده في الزوز حطيت شويه فلفل احمر باش نحط كان على الصوص، باش نحط شويه كركم فيهم الزوز. هاكا الفاح انتوما راهو كيما نقولوا كل واحد وذوقه، تنجموا حاجات عملتم انا في الفاح ما تعملوهمش. شويه تونه، كليلو زعتر ما تكثروش، وشويه فلفل اكحل. ومن بعديك باش نرشوا عليه نكيتين زيت، هاكا باش تحطوا زيت في الصوص وزيت في على الخضره هذيك. ريتو انا عملت حطيت الصوص فوق الغاز وحطيتها هي في الفور، حضروا في نفس الوقت بالرسم ما ياخذش وقت جمله راهو. به توا باش نفوحوا الصوص، هاكم سنتين ثوم باش نقصهم جويدين والا تهرسوهم. ريتو لهنا مازلت ما حطيتش البلاطو، باش نحطهم قلت لكم في نفس الوقت الزوز وباش يحضروا مع بعضهم. شويه هريسه عربي، انا راني في اللصوص وفي الماكل الكل راني منحبش نستغنى على هريسه العربي، باش نحط شويه طماطم معجون. وهذايا الصوص نتاعنا. يا سيدي يا بن سيدي حطيناهمش هما في الفور وتهنينا عليهم. تويكا باش ندوروا للكيكه نتاعنا، باش نستحقوا كاس حليب وكاس سكر باش نخلطوهم مع بعضهم. المفيد راهو مش لازم كاس كامل، انتوما المفيد الحاجه اللي باش تكيلوا بها الحليب هي اللي تكيلوا بها الزيت، هي اللي تكيلوا بها السكر. باهي حطيت عليها واحدة سكر فاني وباش نكمل الزيت متاعي. من بعديك شنو باش نحطو؟ باش نحطو زوز مغارف لا اله الا الله محمد رسول الله، زوز مغارف كاكاو. ويفضل اللي هو يكون الكاكاو الخام يعني الغامق باش تجي هي بنينه، باش تجي كيما البراونيز. باش نخلطهم بالكدا بدايه للي نحس اكل السكر ذاب. باهي انا لهنا كنت باش نكمل بيدي. بشوفوا بقيت نحاول معها يعني نركض حسيتها ما جتنيش في القوام اللي انا حاجتي بيه. خاطر انا الصوص هذيا علاش ما حطيت لهاش العظمه؟ خاطر انا باش نحي منها الكلاساج الفوقاني متاع كعبه الكيك. مشيت عاد جبت البلونجون نعملوا ضربتين منها باش تحسوها ولات كيما الصوصه هيك خثرت وكل شيء. باش نضربوها ضربتين نضمنوا اللي السكر والحليب والزيت يتخلطوا مع بعضهم. هذا الخليط اللي تحصلنا عليه، شوفوا القوام تاعو يعني كيما الكلاساج اللي نحطوه من فوق الجاتو. الخليط هذا باش ناخذوا الكاس اللي كيلنا بيه باش نحو نفس الكونتيتي كيما ما كيلنا الحليب والزيت باش نخلوها على جنب. من بعديك شنو باش نعملوا؟ باش ناخذوا كعبة العظم باش نحطوها مع الخليط هذاك وباش نركضوها بالكدا. يعني الكاس اللي نحيناه هذاك هو اللي باش يكون الصوص شوكولا اللي باش تحط فوق الجاتو. كان تحبوا الجاتو تجيكم ناجحه كيما ما ريتوها في الفيديو، تبعوا الخطوات بالكدا. وكيما نقولكم ديما كان جربتوا الروسيت نجموا تبعثوها لي على الانستغرام توروني تصاور كيفاه جاتكم الخبزه. به تويكا بعد ما كملنا خلطنا كعبة العظم بالكدا تنجموا هوني راهو تستعملوا الركاذة يعني البذة والا تستعملوا كيما هكا الركاذة اليدوية اسهل. باش ناخذوا نفس الكونتيتي اللي كيلناها للزيت والحليب والسكر باش ناخذوها فرينه وباش نحطوا واحدة خميرة جاتو وباش نخلطوا بالكدا. اهو كنوسعوا بالنا لازم الفرينة نزيدوها على 3 ولا 4 مراحل على خاطر الخليط الاولاني راهو يعني كريم. باش اول حاجة القوام هذاك ما نخسروهوش، وزيد باش الفرينة تدخل بالكدا مع العظم والزيت والحليب كهو. المهم كان الفيديو عجبكم اعملوا جيم وما تنسوش تعطيوني رايكم في الفيديوهات اللي قاعده نهبط فيهم في الكومنتات نتاعكم. اكيكا انا نكثر لكم الفيديوهات ونشارك معاكم اياماتي بالضبط، ويمكن نعمل لكم روتين ملي نخرج الصباح نصور لكم في الفاكولتي وبعديك للي نروح شنيا نعمل بالضبط. كان شجعتوني باللايك خاطر واحد باش يصور في مكان بوبليك راهو حاجه بالرسم يتحشم على الاخر، اما ميسالش نحاول نشارك معاكم نهاري. باهي ريتوا القوام اللي تحصلنا عليه. تويكا باش ناخذوا طبق، انا هوني شريت طبق جديد اللي جابوه في عزيزه الصغير. الحقيقه عندي تجربه مع الطبقه اللي كيما هكا قبل كي عملتهم بالزبده وكل شيء والزيت يعني بعديك لونهم تبدل بطول المده.
رغم اللي انا ما خدمتش فيهم يعني حاجه كبيره، جست خدمت فيهم يمكن جينواز وبسكوي، يعني ما خدمتش حاجه فيها شوكولاته وكل شيء، وما نخدمش فيه بهم ديما، فهمتوا كيفاه. هذاك علاش المره هذه حبيت نستحفظ عليه، خاصه انا من قبل نحب نشري بلاتو هكايا صغير باش نعمل لاكاتارت نتاع اللوز وكل شيء، نشاركهم معاكم ان شاء الله واللي بانيس. هذاك علاش حبيت نستحفظ عليه، قررت باش نستعمله كان بالبابي كويسون ولا ورق الزبده، يعني هذاك هو باش نستحفظ عليه. كملت تويكا، حطيت الخليط نتاعي ودخلتها للفور على 180 درجة. أول ما تحسوها شاحت ولا تدخلوا فيها الكيردون ويخرج شايح، تخرجوها، ما تخلوهاش تطيب برشا، رايكي تطيب ما تجيش يعني شوشة كيما نقولوا نحنا. اوكا باش نقبوها شويه، وبعديك باش نصبوا عليها الكيس نتاع الصوص اللي خليناه هذاك على جنب. وكان تحبوا الصوص تجيكم بنينه، زيدوا مغرفه نوتيلا والا مغرفه اي شوكولاته عندكم. انا الحقيقه اكتفيت بالصوص هذا، خاطر انا في العاده نعملها وحدها، نحطها على الجينواز والا بين الجينواز، والا نعملها جلاساج فوق خبزة الهواء، والا نزين بها الكرواسون. يعني هي والله صوص تنجم تعملوها اثقل من هكاكا وتزيدوا عليها بفريوه والا روحوا بفريوه وتعملوها كنوتيلا، راه خاطر ما فيها حتى شيء، زيت وسكر وحليب، يعني تعمل الكونتيتي كلها قد قد وتضرب بالباتور. هكا هاو هذيك تويكا الجاتو نتاعنا حاجتها في الفريجيدير. بالنسبه للجوانح نظفتهم، نفختهم في شويه خل ومغرفه فارينه وخليتهم على جنب، ومن بعد زيكا شللتهم وغسلتهم بالكدا. وبالنسبه للتفويح حطيت في فلفل احمر، ملح وكركم وكريلو زعتر وشويه قرفه وشويه لا اله الا الله محمد رسول الله نعناع شايح، وباش نحط شويه زيت ونحلطوهم بالكدا بالكدا ونحطوهم في الفريجيدير، والا كان باش طيبوهم في نفس الوقت عادي. اما المكثرات ماذا بيكم تعملوها الخلطه هذه قبل بنص ساعه باش الجوانح يجونا مفوحين بالكدا بالكدا. به نرجعوا للكفتاجي نتاعنا، هوني طاب خرجتهم الفور خليته يبرد شويه باش نحيه من ورق الزبده ونحطو ونحطه في بول يعني على جنب، وباش نفوحوه بالصوص هذيك. يعني كما قلت لكم قبيله فوحنا نحنا الخضره هذيك وعملنا الصوص، يعني مش نمشي نزيدو حتى فاح اخر. باهي وكما تشوفوا هوني راهو ما تعملوهوش منه للطبق، حاولوا تعملوا فيه ورق الزبده، والا كان عندكم طبق تضمنوا اللي هو يدخل للفور وما يلصقش، اعملوا برشا زيت تحت الخضره، خاطر راهي الخضره تسيب الماء نتاعها والماء هذاك اللي خلاها تلصق في الطبق. به بعد هذا الكل هاكا حطيت الصوص نتاعنا كي طابت، لا اله الا الله محمد رسول الله، ما خليتهاش تنشح برشا باش يجي يعني الكفتاجي نتاعنا ماهوش شايح، يجي معبي هكا مشخشخ بالصوص. الحاجه الوحيده اللي باش تكون مقليه في الكفتاجي بتاعنا هي كعبه العظم. هيك قليت كعبه عظم وحاولت نفتفتها هكايا في الواحد في الخليط نتاعنا، وباش نزيد يمكن شويه هكايا، تنجموا تزيدوا شويه نعناع شايح، وشوفوا ما شاء الله الكفتاجي نتاعنا كيفاه جاي. باهي وتوا بعد ما كملنا الكفتاجي نتاعنا وقيت باش نعملوا قهوه وباش نذوقوا الكيكه البنينه نتاعنا. شوفوا ما شاء الله القوام نتاعها وانا نقص فيها بالرسمي، حاجه سهله ما تكلفش برشا، يعني من عظمه وكاس زيت وكاس سكر وكاس حليب عملنا طبايق فيه كعبات ما شاء الله، يعني حطت كيما تشوفوا تقصها بالطريقه اللي انتم ما تحبوا عليها. وشوفوا الكعبه كيفاش نحوها ما شاء الله، شاده روحها ماهيش عاليه برشا. كان تحبوها عاليه راهو تنجموا تصغروا في الطبق، انا نحبها هكا يعني كيما كعبه البراونيز بالرسمي بنينه على الاخر. وراهو تنجموا اللي انتم تحطوا عليها بسكوي من فوق، والا تحطوا عليها شوكولا والا حاجه كي تجوا تدخلوها باش تطيب. السر الوحيد فيها ما تخلوهاش تشيح برشا. اول ما تحسوا يعني الوجه نتاعها بدا يتبدل، بدا يخرج فك الانبيل نتاعها، تدخلوا كيردون. اذا خرج لكم شايح طول تخرجوه، حتى لو تحسوها نتوما مازالت نيه راهي ميساج تكمل تيابها بينها وبين روحها. كان باش تخلوها تشيح راهي مش باش تجي هشوشه ومش باش تجي بنينه. به حاجه اخرى، ديما برشا ناس يسالوني على الززوه البلار اللي عندي، انا راني ما نطيبش فيها، ديما راني نطيب في حاجه اخرى، مثال في ززوه عاديه وبعديك نصب فيها. ما حبيتش نخاطر وما حبيتش نجرب اللي انا نحطها على الغاز، الحقيقه نخاف عليها.
هوني بعد ما كملت العشاء وكملت حضرت وكل شيء، جاي وقيت باش نقعد ونعمل قهيوة، او كشعلت الشميعة متاعي، حطيت ريحة بنينة في الدار، حطيت المسلسل متاعي. شوفوا قهيوتي اللهم صل على النبي، نودكم ومن شاهيكم. وبالرسمي ننصحكم جربوا الكيكة، راهي جات بنينة تذوب في الفم ومع قهيوة العشية. والا واحد كي يمشي يجيه ضياف ولا حاجة، انا عندي ضيافة ان شاء الله البريود الجاية تنشارك معكم شنو باش نعمل. وابارمون باش نعمل الكيكه كيما هكايا، نفرقها مع كويس تاي، والا مع قهيوه، والا مع جوب الرسمي. حاجه تحط برشا وفي نفس الوقت ما تكلفتش برشا مكونات، وجات بنينه وبريزونتابل على الاخر. لهنا حبيت نوريكم عشان بعد ما حطيناه كملت سلايطه خضراء تعمل الكيف معها الكفتاجي والجوانح. شوفوا ما شاء الله جاي منظرهم يهبل ويتقرمشوا هكايا شويه، وبرسمي بنان التفويحه جربوها راي باش تعجبكم. لهنا نوصل معاكم لاخر الفيديو. نطلب منكم كان باش تعطيوني رايكم في الكومنتارات، ونطلب منكم زاده باش تعملوا الجيم على خاطر هي اللي تطلع القناه وتطلع الفيديو باش تشوفوا اكثر ناس. بسلامه وملتقانا ان شاء الله في فيديو اخر.